لو ما تعرفش فيوم عرفة هيكون يوم الخميس اللي جاي ده، ويوم عرفة هو يعتبر يوم عمرك كله، لانك انت لو عرفت تستغل يوم عرفة صح وعرفت تعمل فيه ايه، صدقني حياتك هتتغير كلها للأحسن. فلو انت مش عارف تعمل ايه في يوم عرفة، اعمل زي ما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيعمل في يوم عرفة بالظبط. 4 أعمال كان بيعملها سيدنا محمد في يوم عرفة، 4 أدعية كان بيدعي بيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، 4 أذكار كان بيقولها سيدنا محمد في يوم عرفة. هقولهم لك، ولو انت عملتهم انت كده استغلت يوم عرفة 100%، وهتطلع كسبان بكل الكنوز اللي ربنا سبحانه وتعالى سيبها لك في يوم عرفة. ركز قوي بقى معايا عشان تستغل يوم عرفة، ويلا نبتدي بال4 أعمال اللي كان بيعملها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. أول عمل سيدنا محمد كان بيصوم يوم عرفة، فمهم قوي إنك أنت تصوم يوم عرفة. ليه؟ لأن سيدنا محمد بيقول لك اللي بيصوم يوم عرفة ربنا سبحانه وتعالى بيغفر له كل الذنوب اللي هو عملها السنة اللي فاتت، وكمان ربنا هيغفر له كل ذنوبه السنة اللي جاية. فأنت متخيل إنك أنت تصوم يوم واحد بس قصاد إن ربنا سبحانه وتعالى يسامحك على حاجات الحرام ويغفر لك كل ذنوبك اللي أنت عملتها سنتين، سنة فاتت وكمان سنة جاية. خد بالك لو ما تعرفش ان من اعظم الاعمال اللي تعملها في يوم عرفة هو انك انت تصوم، فمهم قوي انك انت تصوم يوم عرفة، وذكر غيرك ان هو يصوم يوم عرفة عشان تاخد نفس الاجر والثواب والحسنات اللي هو ياخدها لما يصوم يوم عرفة. اما لو انت بنت وحصلت لك ظروف منعتك انك انت تصوم يوم عرفة، ما تزعليش نفسك ولا تضايقي نفسك خالص. خدي نية من دلوقتي انك انت لو ما كانتش جات لك ظروف الحيض دي كنت صمت يوم عرفة، ومن رحمة ربنا بيك ومن لطف ربنا وكرم ربنا عليكي باذن الله ربنا هيديك الاجر والثواب اكنك انت بالظبط صمت يوم عرفة، وكمان يغفر لك كل ذنوبك السنة اللي فاتت وكمان السنة اللي جايه، لان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك في حديث انما الاعمال بالنيات. اما تاني عمل صلي الصلوات الخمسة في وقتها، والاحسن طبعا انك انت تصليها في المسجد، وتبقى بجد شاطر واستغليت يوم عرفة صح لو صليت السنن اللي كان بيصليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الصلاة الخمسة، اللي هي بكل بساطة ركعتين قبل صلاة الفجر. في صلاة الظهر بتصلي قبل صلاة الظهر 4 ركعات خفاف قوي، بتصليها ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم. بعد ما تخلص صلاة الظهر بتصلي ركعتين بس. في صلاة العصر ابسط يا عم ما فيهاش سنن. صلاة المغرب بعد ما تخلص صلاة المغرب بتصلي ركعتين. اما في صلاة العشاء بعد ما تخلص صلاة العشاء بتصلي ركعتين، ودي ركعتين الشفع. وما تنساش بعد ما تصلي ركعتين الشفع دي تصلي ركعة الوتر، اللي هي من احب العبادات اللي عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بيحب العبد اللي بيصلي ركعة الوتر دي. طبعا يا باشا ما تنساش اهم حاجة تقول الاذكار اللي هي بعد الصلاة، ومن اهمها انك انت تقول آية الكرسي. آية الكرسي دي اللي سيدنا محمد قال اللي بيقول آية الكرسي بعد كل صلاة يصليها ربنا سبحانه وتعالى هيدخله الجنة على طول من غير اي حاجة. وآية الكرسي دي هي موجودة في سورة البقرة آية 255، وهي آية صغيرة جدا. بعد ما تقول آية الكرسي قول الأذكار الخفيفة دي: سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، لا إله إلا الله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة. وبعد ما تقولهم تقول مرة واحدة بس: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وبالمناسبة الأذكار دي معلومة قد النون دي، سيدنا محمد بيقول لك اللي بيقول الأذكار دي ربنا سبحانه وتعالى بيغفر له كل ذنوبه حتى لو كانت قد زبد البحر. أما الثالث عمل، وده تعتبر من أعظم الأعمال الصالحة اللي تعملها في يوم عرفة، هو إنك أنت تقرأ قرآن. فحاول على قد ما تقدر انك انت تخصص نص ساعه او ساعه كده في يومك في يوم عرفه. وبالمناسبه يعني يوم عرفه ده هيكون يوم اجازه يعني فانت هتكون فاضي فيه، فحاول انك انت تخصص نص ساعه تقرا فيها قرآن. وخد بالك مش انت عارف ان كل حرف انت بتقراه في القرآن بتاخد عليه 10 حسنات؟ لا، انت لما تقرا قرآن بقى في يوم عرفه انت مش هتاخد 10 حسنات على كل حرف، لا ده انت هتاخد اكتر من كده بكتير قوي. لان زي ما انت عارف ان سيدنا محمد قال ان اي عمل صالح هتعمله في العشر الاوائل من ذو الحجه ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف له الحسنات كتيره جدا جدا. ما رابع عمل كان بيعمله سيدنا محمد في يوم عرفه هو انك انت تتصدق. فلو انت محوش اي حاجه من مصروفك حاول انك انت تتصدق بيه. اوعى تنسى ان ربنا بيقول في آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ده انا عاوز اقول لك حاجه تفرحك، ان ربنا سبحانه وتعالى يحب يشوفك انت قوي قوي انك انت تتصدق من مصروفك. فحاول انك انت تتصدق حتى لو بمبلغ صغير، المهم انك انت تتصدق في اليوم ده. طب لو انت مقشفره معاك ومعكش فلوس انك انت
تتصدق ومش محوش حاجه عادي. في حاجات تانية لو انت عملتها اكنك انت بالظبط تصدقت، وربنا سبحانه وتعالى يديك الاجر والثواب اكنك انت تصدقت. ابسطها انك انت مثلا لو انت كده ماشي في الطريق ولقيت حاجه ممكن تاذي اي حد، مثلا لقيت ازازه او اي حاجه ممكن تاذي اي حد، لو شلت الحاجه دي وحطيتها على جنب انت كده تصدقت، لان سيدنا محمد بيقول ايه؟ اماطه الاذى عن الطريق صدقه. وفي حاجات اسهل من كده كتير لو انت عملتها اكنك انت برضو بالظبط تصدقت، ممكن تقدر تبحث بيها على جوجل. اما الاربع اذكار بقى اللي كان بيقولها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه، عندك اول ذكر سيدنا محمد بيقول في حديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفه، وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فانت بقى في يوم عرفه عليك انك انت تقول الذكر ده 100 مره. انت عارف بقى لو قلت الذكر ده 100 مره ربنا سبحانه وتعالى هيعمل معاك ايه؟ خليني اقول لك اول حاجه كده بالصلاه على النبي، ربنا سبحانه وتعالى هيديك اجر وثواب وحسنات اكنك انت رحت لزمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحررت 10 عبيد لوجه الله. مش كده وبس، خد عندك تاني حاجه، ربنا سبحانه وتعالى هيشيل من عندك 100 سيئه انت عملتها، وكمان هيديك 100 حسنه. وطبعا انت مش هتاخد 100 حسنه بالظبط، لا ده انت هتاخد اكتر من كده بكتير، اضعاف مضاعفه، لان يوم عرفه ده هو من العشر الاوائل من ذو الحجه اللي الحسنات فيها والثواب فيها بيتضاعف بشكل كبير جدا جدا. اما تاني ذكر 1000 لا اله الا الله، ثالث ذكر 1000 صلاه على النبي، رابع ذكر 1000 استغفار. خد بالك الاربع اذكار دي مش هتاخد من وقت غير اقل من نص ساعه. اما اهم ادعيه بقى كان بيدعي بيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه، خد عندك اول دعاء سيدنا محمد كان بيدعي في يوم عرفه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. مهم قوي انك انت تدعي زي ما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيدعي في يوم عرفه، فادعي بالدعاء ده في يوم عرفه. تاني دعاء كان سيدنا محمد بيدعي بيه في يوم عرفه: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دول من اهم الادعيه اللي كان بيدعي بيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه. وكمان ما تنساش انك انت بقى تدعي بقى بالادعيه اللي انت نفسك فيها، ادعي بكل دعاء انت نفسك ان ربنا سبحانه وتعالى يحققه لك ويعمله لك. انا عاوز اقول لك ان صحابه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقعدوا كده يحوشوا الدعوات اللي هم نفسهم فيها ونفسهم ان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب ليها عشان يدعوا بها في يوم عرفه، عشان هم عارفين ان سيدنا محمد قال لهم ان الدعاء في يوم عرفه بيكون مستجاب 100%. فانت خليك ذكي واعمل زي الصحابه وابتدي من دلوقتي انك انت تدعي بالادعيه اللي انت نفسك فيها في النوت اللي عندك في التليفون، عشان لما يجي يوم عرفه تدعي بكل الادعيه دي، وخاصه ادعي بالادعيه اللي انت شايفها ان هي مستحيل ان هي تحصل لك. والله لو تعرف قد ايه يوم عرفه ده الدعاء بيكون مستجاب 100%، صدقني مش هتخلي ابدا اي امنيه انت نفسك فيها غير لما تدعي بيها ربنا سبحانه وتعالى في يوم عرفه. فمهم قوي انك انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى بكل الدعوات اللي انت نفسك ان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب ليها ويحققها لك ويعملها لك. اما في مسك الختام احب ابشرك انك انت لو عملت الحاجات اللي انا قلت لك في الفيديو ده انت كده بالظبط عملت زي ما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعمل في يوم عرفه، واستغليت يوم عرفه 100%. وبكده انت هتطلع من يوم عرفه كسبان كل الكنوز اللي ربنا سبحانه وتعالى سابها لك في يوم عرفه. ويوم عرفه هو يوم عمرك كله، وقادر ان هو يغير حياتك كلها للافضل والاحسن. والاهم من ده كله خليك سبب ان حد تاني يشوف الفيديو ده، لان سيدنا محمد بيقول لك الدال على الخير كفاعله، فانت هتاخد نفس الاجر والثواب والحسنات اللي كل واحد هيشوف، كل واحد هيشوف الفيديو ده بسببك. وفي الاخر زي ما انت عارف طبعا انا عموره اللايف كوتش بتاعك.